السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جيتكم مع هذا الطبق تاع لي بات بلي كروفات، يعني طبق الشهي. غادي نبدو المقادير. هنايا بعد ما غليت لي بات بشويه تاع الملح وشويه تاع الزيت وشويه تاع رند، حبه وريقه رند. جبت هنا المقله نتاعي، درت فيها شويه زيت زيتون، واحد 3 كويير تاع السوب تاع زيت زيتون. زدت هنايا الثوم، كنت قطعته رقيق، نقليه مليح في الزيت الزيتون هادي، يعطي ذوق هايل لهذا الطبق. نحرك مليح. وهنا راني نضيف لي كروفات بعد ما نقيتهم وقلعت لهم هذوك لي كو والريسان ايتو. نخلط مليح مع الثوم. ما غاديش ندير الملح خاطش غادي ندير فيه لا كريم ليكيد. هنايا درت مغرف تاع دهان. بالطبع الحال عندنا لي بات فيهم الملح، ما بغيتش ندير فيهم الملح، ولا درت واحد القيس تاع كاس تاع لا كريم ليكيد، كاس ونص، ولا نص كاس اللي ضفته من بعد. نخلط مليح ونديره على نار قليله ونخليه يطيب. هنا باش بعد ما يطيب شوف كيفاش ترجع لاصوص. زدت عليه هنا مبشور تاع الفخوماج غابي اللي يكون عندك في البيت، ديريه، ولا فخوماج بورسيون ولا كيما تحبي. نخلطو مليح. طبق سريع في التقديم، يعني ما ياخدش الوقت. هاهما انا جبت لي بات تاعي باش بعد ما طابو نخلطهم مليح. من درت الزيت هنا ما يبقاش يتلاصق بعضها بعض. هاي لا وريقه تاع الرند اللي درتها. خلطي مليح هنايا. زيدي لها غير شويه رشه تاع الفلفل اكحل وعصره تاع نص حبه قارص. انا درت الفلفل الاسود، راني نعاود ناكد لكم ما درتش الملح في لي كروفات خاطر درت الكريم ليكيد مع الفخوماج، هنا يكفي في الذوق تاع الملح. زدت مع الاخير شويه تاع المعدنوس. ان شاء الله هذا الطبق يكون عجبكم وتديروه وما تندموش عليه باذن الله. ان شاء الله في ملتقى اخر ان شاء الله.